أعطيني أحسن طريقة لجز الصوف آلة الحلاقة الكهربائية تجرحهم والمقص ثقيل جدا كاش فكرة مليحة. جز الصوف عالميا عنده 3 طرق لا رابع لهما. 3 طرق. أول شيء قبل ما نحكوا على الطرق هذو لازم نحكوا على كيفية تثبيت النعجة. تثبيت النعجة إما تكون واقفة أو تكون راكدة مكتفة، إذا كانت دافع مكتفة على 3، وإذا كانت ما جاتش مدافع مكتفة على 4. ونبداو دايما بالجهة اليسرى تكون من الجهة الفوقانية، الجهة اليسرى هي اللي تكون من الفوق لأنها جهة المعدة، والجهة الأولى هي اللي نطولوا فيها حنايا. يعني باكي نقلبوها ثم نكملوا الجهة اليمنى ونكونوا ما درناش ثقل كبير على الجهة اليسرى اللي هي جهة المعدة. هذا أمر في البداية. الأمر الثاني طرق الجز 3 لا رابع لهما والله أعلم. الطريقة الأولى هي باستعمال المقص. من بين الشروط تاع المقص أنه يكون مرحي مليح، يعني ماضي مليح مليح. من الأفضل أنه يكون تاع ذكير، ما يكونش تاع حديد لأنه الحديد يحفى. متفاهمين؟ يكون ذو جودة ممتازة. المقص إما التقليدي تاوعنا بوعوينه هذاك، او المقص اللي راه دخل جديد تاع اللي يسموه المقص تاع الشناوه، هذاك اللي يكون طويل وبالاينوكس ثاني جز ما شاء الله. المهم يكون مرحي مليح. الطريقه الثانيه اخويا العزيز هي استعمال طونداز ولا آلة الحلاقة الكهربائية. كاين فيها نوعين، كاين واحدة كهربائية مباشرة وكاين واحدة بنوماتيك، يعني تستعمل الهواء ولا الضغط الهوائي. هي أفضل واحدة اللي تستعمل الضغط الهوائي وللأسف غير متوفرة في بلادنا. وكاين عندنا الكهربائية هذيك الكهربائية لازم لها يتحقق شرطين اثنين باه نقدروا نجزوا بها. استرسلوا لي مليح، زوج حاجات لازم تتوفر. اول شيء لازم النعجه تكون سمينه، والامر الثاني النعجه ما تكونش فيها التراب. اذا كان فيها التراب راك رايح تخسر الماشينه تاعك وتحفالك، لي شاربون تاعها يروحوا وتحفى وتسخن بزاف بزاف لدرجه انك تاثر على الجلد تاع النعجه بهذيك درجه الحراره العاليه كي يكون فيها التراب. وكي تكون النعجة باقية ماهيش سمينة راك رايح تسبب جروح كبيرة جدا للنعجة، لأنه الجلد يدخل لك بين الأسنان تاع الطوندوز هذيك وتبدا تاكل في الطوندوز عوض أنك تاكل الصوف فقط. هذا الأمر الثاني. وكاين طريقة ثالثة للأسف غير متوفرة عندنا ولكن متوفرة في بلدان فقط في أوروبا، وكاين في أستراليا بصفة كبيرة بزاف بزاف، وكاين في بعض الولايات في الأمريكان، وهي استعمال شبكة الجز. شبكة الجز كاين واحد الشبكة نلبسوها للنعجة ونديروا لها واحد الحقنة، بعد 9 أيام نروحوا نحو هذيك الشبكة يخرج معها الصوف كما هو. للأسف احنا ما عندناش هذه الطريقة، ولكن مادامك سألتني أنا قلت لك في بلادنا أفضل طريقة لحد الآن هي استعمال المقص، ولكن اشتري المقص اللي يكون نوعية ممتازة، ومن الأفضل أنه يكون مقص ذكير ماهوش مقص حديد ما يحفلكش. متفاهمين؟ أما طوندوز إذا كانت نعجتك ماهيش سمينة وما فيهاش تراب، إذا كانت ماهيش سمينة ولا فيها تراب راك تعيي في روحك وتعذب في نعجتك. من تالي خويا العزيز، والله أعلم والله أعلم.